السلام عليكم متتبعين ديالي، كنتمنى تكونوا مزيانين بخير وعلى خير. رمضان كريم. الله يدخلوا عليكم بالصحه والهنا وبالمغفره ومزيد من التوبه، والله يتقبل منا ومنكم جميعا ان شاء الله. اليوم كيف ما كتشوفوا غادي نعمل معكم واحد العصير اللي كيجي اقتصادي ومنعش وصحي وفي متناول الجميع، وكيخرج واحد الكميه لا باس بها. العصير اللي غادي نعملوه ديال التفاح وديال الليمون. هنايا اول حاجه اللي غادي نعملها، غادي نجيب هاد الحكاكه هادي، غنشبر واحد الليمونه. بالنسبه للقياس غتعملوا شحال ما بغيتو على حساب الافراد العائله، الا بغيتو كميه كبيره كتعملوا كتر. هنا اول حاجه كنشبر، غادي نحك هاد القشور هذا ديال الليمون، هذا اللي كيكون صفر فقط، ما نحكش هذاك اللي ابيض. الطبقه هذه هي اللي غادي نحطها صافي. وكما قلت لكم كميه كيبقى على حساب الاختيار ديالكم. هنا غادي نحط هاد القشره هذه كامله اللي غادي نضيفوها من بعد، حيت هاد القشره هذه من بعد غادي نضيفوها ان شاء الله مع العصير ديالنا. صافي غادي نحط هاد القشره هذه كامله. كما كتشوفوا هنايا حكيت جوج القشرات ديال الليمونات وغادي نخليهم جانبا. ودابا غادي نقشر هاد القشور، هذا الطبقه هذه اللي كتكون ديال الليمون بيضاء، هذه كنحيدوها مزيان، كنقيو الليمون ديالنا مزيان ما كنخليوهاش. علاش؟ لحقاش هاد القشره هذه كتكون مره، ولا خليناها في العصير ديالنا ولا طحناها في العصير ديالنا راه غادي يجي العصير مر. لهذا كنقشروا الليمونات ديالنا مزيان، كنحيدوا لهم هاد الطبقه هذه، القشره هذه بيضاء، كنقيوها مزيان صافي على هذا الشكل كيف ما كتشوفوا. انا هنا غادي نعمل جوج د الليمونات، غادي نحيد هاد القشره هذه كامله على هذا الشكل. صافي تحاولوا تحيدوا كاملين، تحيدوا ديك الخيوط بوياض. كذلك غادي نحلها من داخل، وغادي الا كان فيها ديك الزريعه كنحيدوها. المهم كنخليو غير الليمون. صافي نقيها مزيان. صافي كنحاول نقطع الليمون ديالي هيدا، كتشوفوا هاد الزريعه هذه كنحيدوها مزيان نقيوها. كاين بعض الليمون ما كتقطعوه هيدا ما كتلقاوش فيه هاد الزريعه هذه، وعلى حساب النوعيه ديال الليمون، ولكن حنا ضروري نقيوه مزيان، نحيدو الشك. صافي نقيوه ونقطعوه هيدا طريفات صغارين. هنا انا غادي نقي هاد الليمون ديالي كامل مزيان. صافي هنايا ملي نقيت الليمون ديالي مزيان كيف ما شفتوا، هنا جبت الكاسرونه عملت فيها الماء وغادي نضيف عليها الليمون ديالنا. تبارك الله فيها الماء هاد الليمون. وصافي وغادي نضيف عليها ديك القشور اللي حكينا هنا، غادي نضيفو هنايا على الليمون. صافي وكنحط على البوطه على العافيه، المهم تغلي، كطلع فيه مجرد واحد الغليه، غير غليه وحده صافي كنطفيو عليه. ودابا غادي ندوز نوجد معكم بالنسبه للطريقه ديال التفاح كنخليوه بالقشور ديالو، ما كنقشروش، كنخليه هيدا ونحيدو غير ديك، غنحيدو غير هاد العظام اللي كيكون في الوسط، وكذلك ديك الزريعه اللي كتكون تما هادي. صافي كنقي
التفاحات انا عملت غير جوج د التفاحات. نفس الطريقه اللي عدلنا بها الليمون غادي نعدلوها كذلك في التفاح. وهنا كيف ما قلت لكم العصير ديالنا كنحطوه على بوطه غير كطلع روح الغاليه فيه، كنطفيو عليه ما كتخليوهش يبقى يطيب صافي. وكنعملوا كذلك حتى التفاح ديالنا كيف ما قلت لكم بنفس الطريقه ديال الليمون، كنعملوه يطيب حتى هو، كنحطوه كتطلع فيه غير ديك الغاليه، كتطلع ديك الكشكوشه مره واحده كنطفيو عليه. هنايا العصير ديالي كما كتشوفوا وجد، غادي نخليه يبرد تماما، من بعد عاد غادي نطحنو. هنا كيف ما كتشوفوا انا طحنت العصير ديالي من بعد ما ضفت له السكر. بالنسبه لقياس السكر كتعملوه على حسب الذوق ديالكم، واش بغيتوه حلو ولا متوسط، المهم كيبقى كيف ما قلت لكم على حسب الذوق ديالكم. هنا انا غادي نصفي العصير ديالي ان شاء الله ونرجع معكم. متتابعين ديالي، هذا هو العصير اللي وجدت معكم، كنتمنى يعجبكم ان شاء الله، وانا متاكده غتجربوه غيعجبكم ويعجب وليداتكم. كيجي منعش واقتصادي وكيتقدم بارد، ما تقدموهش هو باقي سخون، صراحه كيجي رائع. شكرا لكم على المتابعه، وبصحه فطوركم، والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.